السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم أو مساءكم حسب التوقيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. فيديوتنا اليوم راح أعملكم حلو جوز الهند. مكونات بده 3 بيضات أو 4 بيضات، لأن أنا زودت واحد لأن البيض اللي عندي صغير بياض البيض مثل ما بتشوفوا هيك، وكاسين ونص جوز الهند، وكاسة من سكر بودرة أو سكر عادي كمان بيزبط، وظرف من فانيليا أو معلقة كبيرة من فانيليا، وهذا هو. هون نبلش نخفق البيض ونترك نحط السكر البودرة بالتدريج. السكر عادي كمان بيزبط بس كتروا شوي عشان يطلع حلو. فبنخفقه لقوامه يصير أبيض، يعني يدوب معنا السكر وقوام البيض يصير أبيض. هون مثل ما بتشوفوا تغير لون معنا. نجيب ظرف فانيليا أو معلقة كبيرة من الفانيليا ونرجع نخفقه ليتغير كمان. هون نحط الجوز الهند بالتدريج. أول كاسة نخفقه شوي ونجيب الكاسة التانية ونص كاسة كمان ونخفقه منيح لقوام يصير معنا مثل العجين بيتماسك مع بعض. هلا بتشوفوا كيف هلا حطينا كاسين. شفنا أنا لسه بدك نص كاسة تانية مثل ما قلتلكم، حطيت نص كاسة تاني كمان ونخفقه لقوام يصير مثل العجين. هلا بتشوفوا كيف بصير. شوف بلشت معنا يتماسك، شوفوا كيف يتماسك معي، صار قوامه مثل العجين. فهون شغلنا نظامي، بس انا خفقت شوي تاني كمان مشان يمسك معنا منيح. فمثل ما بتشوفوا هيك مشي الحال تماسك معنا العجين، بصير قوامه مثل العجين هيك. نجيب ورق زبدة على أي صينية الفرن ونجيب هذا المصفاية مشان نشكل العجينة الجوز الهند. بتشكلوا هيك. أنا بصراحة حطيت فستق زينة، هذا اختياري، إذا بدكم ما تحطوه. أنا حطيت هذا اختياري مثل ما بدكم. فهيك حطيت الفستق فوق الجوز الهند قبل ما نفوته بالفرن. طبعا درجة الحرارة الفرن يكون 180 من ربع ساعة ل20 دقيقة إن شاء الله بيستوي معنا. وصحة وهنا إن شاء الله. هون بخلص معنا جوز الهند. شوفوا الشكل واللون، وعن جد بدوب بيتمنا ذوبان، يعني بدون ما يسوي شي بدوب وقرشة. ما كان في أطيب من هيك والله. في طيب جربوا ما بتندموا، واكتبوا بالتعليقات إذا جربتوا. فلهون بخلص فيديونا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتمنى تكونوا بألف ألف 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 خير. لا تنسوا الاشتراك والتعليق واللايك، وبشوفكم فيديو جاي. إلى اللقاء.